السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهي مشترياتي. جبت لبس شتوي واسعاره حلوة جدا، براندات، وبيبتدي من 25 جنيه. هقول لكم التفاصيل في الفيديو ده، فان شاء الله تستفادوا من الفيديو. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. اول حاجة جبتها هي الشورت ده كده شورت اطفالي، ده كده ماركة بومة، ده الماركة اصلية. الشورت ده عامل 25 جنيه بس. ده كده شكله، وطبعا الماتيريال بتاعته تحفة جدا. جبت كمان البنطلون ده كده شكله، ده برضو ب25 جنيه. عايزة اقول لكم متبطن كده من جوه وتقيل. جبت كمان الشورت ده شورت ماركة H&M، ده برضو ب25 جنيه. ده كده شكله. جبت كمان البنطلون ده كده شكله كيوت قوي. ده برضو ب25 جنيه، ودي كده الماركة بتاعته. والشورت ده جبته برضو ب25 جنيه. عايزة اقولكم برضو الماتيريال بتاعته حلوة جدا. ده كده الماركة بتاعته. وجبت دي برضو ب25 جنيه، ده كده شكلها. والشورت ده برضو جايباه ب25 جنيه، برضو الماتيريال بتاعته حلوة جدا، ودي كده الماركة بتاعته. والشورت ده برضو ب25 جنيه، ده كده شكله. ودي كده برضو الماركة بتاعته، كل الحاجات دي مستوردة. وجبت كمان التيشيرت القطن ده برضو ب25 جنيه، ودي الماركة بتاعته. والشورت ده برضو جايباه ب25 جنيه. والتيشيرت الشتوي ده برضو جبته، بس ده كان ب35 جنيه. دي الماركة بتاعته وشكله حلو برضو جدا. والتيشيرت الأطفالي ده الماركة بتاعته جونيور، ده برضو عامل 35 جنيه. ده كده شكله. والتيشيرت الشتوي ده برضو ب35 جنيه. شكله حلو، الخامة بتاعته برضو حلوة، بس الرسمة بتاعته دي حسيتها ليه ممكن تكون بتقشر شوية، فقلت مش مشكلة هخليه للبيت. برضو السعر بتاعه حلو جدا. التيشيرت ده برضو ب35 جنيه. وجبت كمان التيشيرت ده برضو ب35 جنيه، ودي كده الماركة بتاعته. حلو جدا وتقيل مش خفيف. والبنطلون ده من SHEIN، ده ب35 جنيه برضو. وشكله حلو قوي، وعليه كده رسمة موجود عليه، ده كده الشكل بتاعه. وجبت برضو السويت شيرت ده كده شكله، ده ماركة ماكس، ده برضو كان ب35 جنيه. والبلوفر ده برضو جبته ب35 جنيه، هو تقيل مش خفيف. ده كده شكله. والبلوفر ده برضو جبته ب35 جنيه، ده كده الشكل بتاعه. وجبت ده كده زي جلي قط، ده برضو كان ب35 جنيه، شكله كيوت قوي. دي كده الماركة بتاعته. والسويت شيرت ده جبته، ده برضو كان ب35 جنيه، دي كده الماركة بتاعته. بس للأسف أنا بعد ما جبته ما أخدتش بالي إن السوستة بتاعته فيها مشكلة مقطوعة. والبلوفر ده برضو ب35 جنيه، شكله كيوت قوي وتقيل مش خفيف. ده كده شكله. والبلوفر ده برضو ب35 جنيه، برضو متبطن وتقيل مش خفيف. والبنطلون ده كده ب45 جنيه. هو مش ماركة اديداس الاصلي، هو بس مكتوب عليه الاسم، لكن هو الماتيريال بتاعته حلوة وتقيل مبطن كده. والبلوفر ده برضو ب45 جنيه. والبنطلون ده ب100 جنيه، ده كده شكله، ودي كده الماركة بتاعته. والبنطلون ده ب100 جنيه، جبته، هو مقاسه كبير بس عجبني الماتيريال بتاعته قوي، فقلت مش هيخسر معايا. ودي كده الماركة بتاعته. جبت كمان البنطلون ده برضو ب100 جنيه، ده كده شكله، ودي كده الماركة بتاعته. والبنطلون ده برضو ب100 جنيه، شكله كيوت قوي، ودي كده الماركة بتاعته. والدريس ده ماركة زارا بيبي، وسعره برضو 100 جنيه، ده كده شكله. والشورت ده جبته ب50 جنيه، ده كده شكله، ودي كده الماركة بتاعته. ودي برضو جبتها، دي سعرها 35 جنيه. وجبت كمان دي سعرها 50 جنيه، ده كده شكلها. والبلوفر ده ب75 جنيه، ده كده شكله، ودي كده الماركة بتاعته. والدرس ده سعره 100 جنيه، ده من ماركة بريمارك، ده كده الشكل بتاعه. والشميز ده سعره 100 جنيه، ده ماركة ماكس، وده كده الشكل بتاعه. الشميز ده والشميزات اللي هوريها لكم الجاية انا جايباها من شارع العريش اللي هو في فيصل، لكن بقية الحاجات انا جايباها من مكان تاني، وهقول لكم برضو التفاصيل بتاعتها.
الشميز ده برضو ماركة ماكس جايباه ب100 جنيه. دول موجودين في الاستندات هناك، يعني هما مش موجودين جوه المحل، في ناس كده بتبقى واقفة باستندات هي موجودة عندهم الحاجات دي. وده برضو شميز، ده ماركة بولو، ده سعره 75 جنيه. ده كده شكله. ال3 شميزات دول كده انا جايباهم من فيصل، لكن بقية الحاجات اللي وريتها لكم لسه هوريها لكم دول انا مش جايباهم من فيصل، انا جايباهم من الوكالة. والجاكيت ده سعره 150 جنيه. عايزة اقول لكم ان هو ده يعتبر كده اغلى حاجة انا جبتها، السعر ده اللي هو 150 جنيه. ده كده شكله. والجاكيت الفرو ده برضو انا جايباه كان سعره 150 جنيه. بس انا شفت في حاجات شبهه في استندات تانية في الوكالة كان سعرها 100 جنيه، بس انا ما كنتش لسه لفيت فما كنتش عارفة، لان انا كان اول مرة ان انا اروح الوكالة، ما كنتش رحتها قبل كده، فبالتالي ان انا انبهرت بالاسعار فجبته على طول. خفت ان انا يعني ما الاقيهوش تاني. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بعد ما جبته كان في ملزوق عليه كده زي تيكت، ومكتوب عليه السن بتاع الجاكيت، يعني يلبس سن قد ايه. لما روحت جيت اشيل التيكت ده، لقيت ان هو فيه تحته لون اصفر. فبرضو انتوا خلوا بالكم من حاجة زي كده، لان دي يعتبر طريقة من طرق الغش اللي ممكن هما بيكونوا بيعملوها. تجربتي من اللبس من الوكالة، لا هي تجربة حلوة جدا، انا نفسي اتبسطت بيها وندمت ان انا منزلتش من زمان، ان انا يعني مفكرتش ان انا اروح اجيب لبس من هناك من قبل كده. الاسعار هناك حلوة جدا والماتيريال كمان حلوة قوي، والاشكال طبعا متنوعة. بس اهم حاجة لما تيجوا تروحوا الوكالة لازم تروحوا الصبح بدري علشان تلاقوا حاجات حلوة. يعني انا رحت كانت الساعة حوالي ممكن 8 الصبح او 9، وصلت هناك. فعايزة اقول لكم ان انا لحقت بقى اليوم من اوله، في ناس كمان ممكن تكون بتروح قبل كده. ولو اول مرة تروحوا زي كده ما تنبهروش من اول ستاند وتروحوا تجيبوا من حاجات كتير، لان انتوا لما بتلفوا هتلاقوا في حاجات واشكال حلوة واسعار كمان ارخص بكتير. ولازم طبعا تفرزوا الحاجات اللي انتوا هتجيبوها كويس قوي، واعملوا حسابكم وانتوا نازلين ان انتوا هتلفوا، لان انتوا طبعا هتروحوا كذا ستاند، وان انتوا ممكن مثلا ايديكم توجعكم شوية طبعا من التدوير في كل الاستندات. وكمان حاولوا تشوفوا كل الاستندات، يعني ما تشوفوش كده مثلا استند من بعيد فتقولوا لا ما ممكن ما نلاقيش عنده حاجات حلوه. لا انا عايزه اقول لكم ان الاستندات اللي انا قلت ممكن ما الاقيش عندها حاجات حلوه وكنت هسيبها وامشي، ان دي اللي انا لقيت فيها احلى الحاجات ولقيت فيها ماركات حلوه جدا. وكمان بلاش تاخدوا اطفال معاكم وانتوا رايحين المشوار ده، علشان هيوتروكم وهيخلوكم ما تعرفوش تلفوا كويس. انا غلطت برضو في الغلطه دي ان انا اخدت بنتي الصغيره معايا، فبالتالي طبعا وترتني خلتني اللي انا برضو مش عارفة الف كويس قوي. انتوا لو مش عارفين المقاسات ممكن تاخدوا معاكم حاجة مثلا هدوم لبس من عندهم وتجيبوا على نفس المقاس ده. وكمان حاولوا تاخدوا الشنطة اللي هي بتاعة الظهر دي، علشان ما تبقوش ماشيين وشايلين كده الاكياس في ايديكم ومش عارفين مثلا تدوروا في الاستندات من الحاجات اللي في ايديكم. مشوار رغم تعبه ولكن هو كان حلو جدا. هتنبسطوا لو انتوا جربتوا التجربة دي، هتنبسطوا ان شاء الله بالنتيجة وبالحاجات اللي انتوا هتجيبوها، لان طبعا في فرق اسعار كبير قوي بين المحلات وبين الوكالة. طبعا كمان الحاجات دي براندات، فالماتيريال بتاعتها حلوة جدا. وعايزة اقول لكم ان مهما كان معاكم فلوس قد ايه فانتوا هتصرفوها هناك من الحاجات الحلوة اللي انتوا هتلاقوها. ولو في اي سؤال حابين ان انتوا تسألوهولي اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.